مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بأفضل خير إن شاء الله. الريال مدريد الذي كنا نعرفه قد عاد في مباراتين الأخيرتين. الريال مدريد منذ المباراة التي جمعته مع مانشستر سيتي التي فاز فيها بثلاثية فالفيردي. أيضا في المباراة التي جمعته مع إلتشي يفوز عليه برباعية مقابل هدف في مباراة صراحة شهدت تسجيل أهداف خرافية، هدف فالفيردي، هدف جولر. كانت المباراة كما قلت مباراة جميلة بكل معنى الكلمة. عدا الريال مدريد الذي كنا نعرفه بالأداء والنتيجة، فالأهداف كانت كالتالي: روديغر سجل الهدف الأول للريال مدريد في الدقيقة 39، ليعود فالفيردي بهدف جميل جدا بكل صراحة في الدقيقة 44 من زمن المباراة. دين هاوسن سجل الهدف الثالث للريال مدريد في الدقيقة 66، ليأتي أردا جولر بهدف خيالي، هدف لا يمكن وصفه، هدف من نصف الملعب في الدقيقة 89. كما قلت هدفين للريال مدريد، هدف فالفيردي وهدف أردا جولر، هدفين رائعين بكل صراحة. أما هدف إلتشي فكان هدف مانويل أنخيلا، هدف عكسي في مرمى. مباراة كما قلت انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف في صراع الدوري الإسباني. مباراة لم تكن مملة. ريال مدريد الذي كنا نعرفه عاد بشكل جيد، عاد يقدم أداء والنتيجة، تألق مجموعة من اللاعبين خاصة حينما نتحدث عن فالفيردي الذي بات يقدم أشياء خيالية صراحة مع ريال مدريد، سواء تضحياته الهجومية أو الدفاعية أو حتى في خط الوسط. ففالفيردي بات نجم من نجوم الكبار في ريال مدريد، خاصة في المباراة التي جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. وأكد لنا أنه سيبقى أي سيواصل تألقه في مباراة إلتشي. نتمنى أن يبقى فيدريكو فالفيردي بهذا الأداء الرائع جدا، لأنه صراحة لاعب جميل جدا بكل معنى الكلمة. فهذا فقط ملخص بسيط عن المباراة التي جمعت بين الريال مدريد وإلتشي. نلتقي في ملخص آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.